هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من قناتنا التوينز آية وأميرة. اهلا بيكم. النهارده معاكم أميرة. هنتكلم النهارده عن عبثيات لايف اليوتيوب، وحابة اوجه لكم رسالة في الاخر من باب التوعية. تمام، يلا بينا هنبدأ الفيديو. فجأة بقى قاعدة في امان الله، الاقي واحد يقوم يقول لي افسدت جمالك بالروج، اشيل الروج. يا لهوي على الشفايف اللي قلبي منها دايب، الحسنه بتاعتك هتجنني. طب انا اعمل مع دول ايه؟ يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب. في يوم كنت طالعه لابسه فستان سندريلا وحاطه روج احمر. انت حاطه روج احمر؟ انت مسلمه؟ شيلي الروج الاحمر ده، شيليه. استغفر الله العظيم، والله العظيم انت واحده مش محترمه. حاطه روج احمر؟ دي احنا في شهر محرم، حاطه روج احمر؟ انتي انسانه مش محترمه والله العظيم. يا لهوي على الاحمر. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ قاعده عادي في امان الله، مفيش اي حاجه. يعني قاعده عادي في امان الله، مفيش اي حاجه. غوري كتك القرف، شكلك معفن وريحتك معفنه، تلاقيكي بقالك كتير ما استحميتيش. يعني ازاي شميت ريحتي وانت بعيد عني؟ ازاي تعرفني منين عشان تقول عني كده وطالعه بكامل اناقتي وجمالي؟ بجد ايه يا ابني؟ انت عندك نفايات وبلاوي زرقاء بتطلعها عليا. جيت اتكلمت في البتاع دوت، علم النفس، تقوم تقول لي انت معقده، انت مريضه، اتعالجي. انت عماله بتكلمي الناس دي كلها، اقسم بالله انت محتاجه تتعالجي. بتحلفي بالله، يعني بتحلفي بالله ان انا اللي محتاجه اتعالج؟ طب حكمتي عليا من انهي اتجاه؟ تخشي لي كذا واحده باسم راجل، وتقول لي لا انا بنت، ده اكونت بابا، ده اكونت اخويا، انا اسمي مريانه، انا اسمي سوسن، انا اسمي كذا. اقول لها لا يا حبيبتي، يعني اعذريني، في كذا اكونت بيخش لي نفس النظام، اكيد مش هعرف احفظ دي ولا دي ولا دي ولا دي، فانا بس بقرا باسم الاب. ايه؟ طب غصب عنك بقى هتقولي سوسن؟ يا لهوي الجنن وقله الادب ده. بعديها تقوم شتماني. قاعدين بنغني ومبسوطين، صوتك وحش، صوتك يقرف، بتسخفي والفاظ قبيحه. ليه؟ انا عملت ايه؟ كل ده عشان بغني؟ جهنم وبئس المصير، حسبنا الله ونعم الوكيل. انتي بتغني؟ صوتك مش حلو على فكره. ايه يعني الحلو؟ صوتك مش حلو قوي. ابقى قاعده عادي وبغني. قولي قران، قولي قران، حرام الغنى، حرام، حرام. قولي قران، عايز اسمع قران، انا عايز اسمع قران. الناس بتغلط فيا فانا واقفه برد حقي. انتي بتردي حقك؟ اسمعي يا استاذه، انتي طالعه هنا على السوشيال ميديا، يعني عادي انك هتتشتمي ويحصل لك دي ولازم تتقبلي عادي؟ عادي اتقبل ده؟ عادي؟ لا، مين قالك ان ده عادي؟ ده مش عادي على فكره، ده مش عادي. اخبار الصرف ايه؟ ايه يا شحاته؟ السيسي خلاكوا تشحتوا؟ بقولك يا بت، قولي ان الجزائر تاج راسكو. اميره، انت بتحبي فلسطين؟ ايه؟ ما بتحبهاش؟ اميره كلبه ما بتحبش فلسطين؟ ده انا هقفلك القناه. انت حد جه جنبك يا حبيبتي ولا اكلمك؟ هو ايه اسلوب الاستفزاز ده؟ هو انت هتغصبيني او هتجبريني اقول لك بحبها ولا ما بحبهاش؟ هو ده سؤال اصلا يتسال؟ انت عايزه تعملي فتنه سياسيه؟ ايه ده؟ ايه العيال المريضه دي؟ كمية ناس داخلالي مستفزة، مستفزة أبشع الدرجات. لا 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 لا, لا. انتي عصبية. انتي ليش معصبة؟ ليش معصبة؟ ليش معصبة؟ هو ايه اللي ليش معصبة؟ هو ايه اللي ليش معصبة؟ انتوا مجانين يا جماعة؟ انتوا ليه قلالات الفهم كده بجد؟ اقسم بالله ناس، كمية ناس مهولة بتستفزني. خديها عادي بقى يا أميرة. هو ايه اللي خديها عادي وانت شايفني كبلة وما عنديش دم زيك؟ مليون واحد تحت بعض، مليون واحد تحت بعض. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. فانا رديت مره واحده عليكم السلام. والله العظيم انت مش محترمه، ما بترديش السلام. يلا يا بنتي، تيت 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 تيت. انا خارجه،
محدش رد السلام عليا، والله ما في اخلاق، محدش رد السلام عليا. خلي انت عندك ذوق، خلي انت عندك فهم. اكيد في مليون كومنتات، اكيد مش هلحق اقرا الناس دي كلها، وطالما كذا واحد قال السلام عليكم تحت بعض يبقى انا هرد مره واحده بس. ليه ارد كذا مره؟ انا عندي مراره، عندي زايده، عندي الكلى، عندي الكبد، عندي الجهاز الهضمي، عندي الجهاز العصبي. انت عايز تتعبهولي كل ده عشان طالع لايف؟ لما اجي اعكس وما اردش على الناس، هو انت ليه ما بترديش عليا؟ هو انت ليه ما بترديش عليا؟ هو انت ليه ما بترديش عليا؟ لا عارفه اجيبها كده ولا عارفه اجيبها كده، وبحب الناس وطالعه عايزه اسعدكم وابسطكم واعمل فانز ونبقى اسره وعيله ونبقى حاجه كبيره، وعماله افكر واخطط، ومش برضه انزل اي فيديو والسلام عشان انزل لكم حاجه جميله ومحترمه تليق بيكم، وبرضه انتوا اللي بتنكشوني. وانا ممكن اسالك سؤال؟ اه اتفضل. انتي متجوزه؟ ما بردش على السؤال ده. هو انتي ليه ما رديتيش على سؤالي؟ انتي متجوزه؟ انتي متجوزه؟ انتي متجوزه؟ واحد تاني، انا عايزه اتجوزك، اديني رقم ابوكي عشان انا عايزه اطلب ايدك، انا عايزه اتجوزك، انا عايزه اتجوزك. واحد تاني بقى دخل وكان عنده اعتقاد قوي قوي ان انا متجوزه وجوزي كان بيعذبني، وجوزي عمل فيا حاجات وحشه، وكان بيتف عليا، وكان بيرميني على الارض ويحط رجله على راسي، وكان يهني قدام صحابي، وفي النهايه طلقني وسابني كده مرميه. فانا بقيت مريضه ومحتاجه اتعالج، وكميه شتايم قبيحه، وعنده اصرار ان انا مريضه، وجوزي عمل فيا كده، وكان بيجيب بيبير حمام وبيرميه عليا، وعنده اعتقاد قوي قوي ان ده حصل لي. انت عندك كام سنه؟ انت عندك كام سنه؟ انت ما بترديش عليا ليه؟ انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ والمشرفين وانا ما بردش على السؤال ده، ما بردش على السؤال ده، ما بردش على السؤال ده. اسف، اسف لو كنت اتدخلت في خصوصياتك. بعدها انت عندك كام سنه؟ يا لهوي يا لهوي، الغلط جاي من مين بقى كده؟ منكم. تيجي بقى واحده تاني مش فاهمه حاجه، ما تردي على الراجل. الراجل بيقولك عندك كام سنه، ما تردي عليه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يخرب بيكم هتجننوني. اميره ازيك؟ عامله ايه؟ انت منين؟ من مصر؟ لا منين يعني من مصر؟ يا عم ما بجاوبش على السؤال ده. ما بتجاوبيش على السؤال ده. انت شكلك سعديه، شكلك سعديه، عنده اصرار عايز يعرف، ما بيحترمش مساحتي الشخصيه او حدودي النفسيه. انا سامع صوت ديك، ما احلاها عيشه الريف، ما احلاها عيشه الريف. انت ساكنه فين بقى؟ عادي عادي قولي عادي. طب ما انا من المنصوره، انا من سوهاج. يا عم انت بالنسبه لك عادي، انا بالنسبه لي مش عادي، وبعدين انا حره. انت هتمشي كلامك عليا، انت تفكيرك يبقى زي تفكيري، اذا كان صوابعنا مش زي بعضها. ما تحترم مساحتي الشخصيه وحدودي، ما تحترم انت نفسك. ده انت غريب قوي. اميره ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. اعطيني المفتاح، الاشراف يعني، اعطيني الاشراف. وانا اقعد اقول لها يا حبيبتي انا مش بدي الاشراف لاي حد، ولازم يكون بيحضر معايا على طول، ولازم يكون عارف القواعد بتاعه اللايف. اديني الاشراف. مش عايزه تدوني؟ يلا بلاش قرف، يلا يلا يا زباله. خرب بيتي ده، وانتي بتغلطي فيا ليه يا مجنونه يا بنت المجنونه؟ يا نهار ازرق. هوبا هوبا. قاعده عادي بادبي واحترامي واخلاقي، كلام اباحي. اشلحي اشلحي، قومي اقلعي لبسك، ما تقومي ترقصي لنا، قومي ارقصي لنا. ده انا بدي اعمل واسوي فيكي كذا وكذا وكذا. على الشفايف اللي قلبي منها دايب، الحسنه هتجنني، الحسنه هتموتني. بس برضو انا عايز اقولك انت حلوه قوي. ازيك يا قلبي؟ عامله ايه؟ وده راجل اللي بيكلمني. ازيك يا سكر يا عسل انت؟ ازيك يا قمر؟ ازيك يا قلبي؟ قلبك انت اتجننت في عقلك ولا عشان تكلمني بالاسلوب ده؟ ازاي تكلمني كده؟ وعارفه لما ما ادهمش ريق، يلا يا زباله من هنا. انت اصلا واحده مش محترمه، ابقى قاعده في حالي واحد داخل بيشتمني شتيمه قبيحه. طب وانا عملت لك ايه؟ ما انا قاعده بادبي واحترامي، واحد يقوم يقول لي ايه؟ بتمثلي، مش لايق عليك الاحترام، شكلك مفضوح قوي، مفضوح قوي ان انت بتمثلي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.
هو في ايه بالظبط؟ انت لا راضيه تقولي لنا سنك كام، ولا انت ساكنه فين، ولا انت متجوزه، ولا نظامك ايه؟ امال انت طالعه على السوشيال ميديا ليه؟ هو كده اللي بيطلع على السوشيال ميديا بنعرف كل حاجه عنه؟ لا يا فندم، لا يا فندم. لو كل الناس بتكشف بيوتها وحياتها ليكوا، انا ما بكشفش لا بيتي ولا حياتي ليكوا. وانا لو هكشف حاجه تبقى بشكل محدود، وده شيء مش مفروض يا جماعه. الرساله اللي انا عايزه اوجهها في النهايه، ان الناس بقت شنيعه قوي، ان الناس مش بقت تقول تعليقات سلبيه، الناس بقت بتخوض في الاعراض، الناس بقت بتقصف في المحصنات، الناس بقت بترمي عليك احكام، الناس عايزه تتحكم فيك، الناس عايزه تشكلك زي العجينه بايديها وتلغي شخصيتك ورايك. بدليل اللي بيقول لي قومي ارقصي او قومي اشلحي او قومي اقلعي الطرحه. لابسه الطرحه ليه؟ وده اكتر تعليق وجع لي قلبي. بزعل قوي من اللي بيقعد يقول ايه ما ترديش على التعليقات السلبيه. ده مش تعليقات سلبيه، ده تعدي حدود، ده انعدام انسانيه وانعدام رحمه. دي ناس مش متزنه نفسيا خالص، وسكوتي ده جريمه، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. انا مش زي الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا، انا مختلفه، انا مختلفه. ماشي؟ يمكن هي بتعمل كده عشان عايزه اهتمام، يمكن هي بتعمل كده عشان تتشهر وقابله على نفسها. ده انا مش عايزه كده، بدليل ان في حاجات كتيره الناس بتعملها وهي عارفه انها هتجيب له روحها الكلام. لا، انا مش طالعه بعمل فتنه، انا مش طالعه اعمل فتنه، انا معلش، انا مش طالعه اعمل اغراءات، انا بقول لكم قاعده بادبي. في ايه تاني اكتر من كده؟ المجتمع هو اللي مش متزن، وده اسمه انفجار مجتمعي. انا مالي؟ ان جينا اتكلمنا في علم النفس نلاقي الناس بتشتمنا وبتهاجمني، تقول لك لا انتي اللي محتاجه تتعالجي، اعذريني معلش انا اسفه. لا، وبتعتذري ليه بقى؟ ما انتي خلاص غلطتي فيا. وازاي انتوا عاوزيني اسكت على جريمه شنيعه زي دي واتقبلها عادي؟ عادي؟ عادي في المعادي يا حبيبي. ده نوعيه تانية برضو في وسط زحمه الكومنتات. على فكره، انا سالتك سؤال وانتي ما رديتيش عليا، متشكر قوي ان انتي ما رديتيش عليا. وانا قاعده فاهمه اقول له يا ابني والله العظيم زحمه الكومنتات ما شفتش الكومنت بتاعك. طب قلت لي ايه طيب؟ لا انا خارج. طالعه في يوم وانا قايله لهم طاقتي فيه خلصانه وتعبانه وجايبه اخري، فالناس عماله تشتمني وتستفزني وتغلط فيا. مليون برضو واحد قال لي ازيك، ففي واحده قالت ازيك او عماله بتقول نفس الاسئله اللي غيرها بيسالها. فانا رديت عادي، والله العظيم انا اخرج من اللايف ده بكرامتي احسن لي. ليه يا حبيبتي وانا عملت فيكي ايه؟ ما اسئلتك متشابهه او نفس الاسئله اللي بيسالها غيرك فانا رديت عليكم. لا هم عايزين ايه؟ سلافه عليكم السلام. محمد لا. ممدوح ان شاء الله هبقى اتفسح. في ايه يا جماعه؟ ما تعقلوا كده واجبروا. في ايه؟ اعقلوا، اعقلوا بجد. في ناس تقول لي ايه يا بنت خليكي جبله كده ما تخليش حاجه تاثر فيك. يا جماعه هي مش فكره بتاثر فيا، هي فكره ان انت لازم تحترمني. لا انا مش زعلانه ومش مقصره فيا ولا حاجه، صحتي اهم منك اكيد، بس فكره الاحترام، فكره الحدود، ان انت ما تتعداش حدودك معايا، ان انت تحترمني. ان مش معنى ان انا طالعه على السوشيال ميديا ان انت هتتجاوز معايا. تتجاوز؟ لا، روح تجاوز عند حد تاني، انا لا، انا لا. واحد تاني يقول لي ايه؟ هي ايه التناكه دي؟ ما تردي على الناس براحتك. انت شايفني تنكه فتنكه تنكه، مش حاجه وحشه يعني. في يوم آية كنت طالعة لايف، انتي نيفك كبير. نيفك يعني انفك، انتي انفك كبير. واحد تاني يقول لي خشمك. خشمك ده هو بدل انتي خشمك ده كبير، انتي عاملة فيلر، انتي عاملة فيلر. انا نفسي اعرف هو ايه الغموض ده؟ لا عايزة تقولي لنا ساكنة فين، ولا عندك كام سنة، ولا انتي متجوزة، ولا اخبارك ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ سيئين الظن. انا ببرأ نفسي منكم، ببرأ نفسي منكم. سيء الظن. واحد شتمني، فانا بصوا حسب الناس وهي بتشتم يعني.
ده انا هعرف اتناقش معاه، يعني ممكن نتناقش، ولا ده واحد قبيح انا ما ينفعش اتناقش معاه بصراحه، على حسب. لو ينفع تمام اتناقش معاه عادي، لو ما ينفعش خلاص. يعني مثلا ولو داخل منتقدني فانا بتكلم معاه مثلا، ليه يا فندم، ليه بس قلت حاجه زي كده؟ في ناس بتشتم وفي ناس لا. فلاقي بقى كل الفانز اللي عندي يقوموا شاتمين الراجل. طب بتشتموه ليه؟ يعني انتوا بتشتموه ليه؟ انا محترمه مشاعركم وغيرتكم، بس ما تشتموش. عندي مشرفين برضو بيحبوني قوي، يقوموا شاتمين الناس، ما تشتموهوش، هيضطر يمسك فيك ويشتمك. لا، انت رد عليه بحدود، قولوا لي بس يا فندم بتغلط، اتكلم معاه بمنتهى العقلانيه. ليه تشتمه؟ ليه تشتمه؟ واحد تاني، لما حد يغلط فيكي اعملي بلوك، ما ترديش على حد. يا عم انا حره، انا عايزه ارد، انت زعلان ليه؟ ما ارد عادي براحتي، انا حره. اذا انت بتقولي الفاظ زي ما هما بيقولوا لك الفاظ، والله انت مش كويسه. لا انا كويسه يا فندم عادي، انا برد حقي، ارد حقي بالطريقه اللي ترضيني. اي نعم، انا سالت عشان ابقى امينه معاكم، وقالوا لي ما يصحش طبعا ان انت تردي بنفس الالفاظ عشان ده غلط، عشان ده غلط. وانا بعد كده ادركت عشان ده احتراما ليكم ان انا بلاش ارد بنفس الالفاظ، او أنا ارد بطريقه ذكيه. لو شتمني شتيمه قبيحه اقول له اهو انت الشتيمه دي، لكن ما اقولش الشتيمه دي. تمام. بس هو في الاول في الاخر هو حقي، بس تقديرا ليكم ما بقتش اعمل كده. كنت ماسكه التليفون في اللايف ومقرباه كده، ففي حاجه هنا اسمها البيبي هير. البيبي هير ده هنا، وشعرك اهو، يعني الشعر الاساسي اللي ربنا حرمه اهو، البيبي هير هنا. فتقوم بنتي داخله عندها تزمت، معقده دينيا، تقوم تقول لي ايه؟ حرام حرام، استوري نفسك يا اختي، استوري نفسك، داري شعرك، حرام. في ايه يا بنتي؟ في ده انت شغلتي النفس اللوامه والتأنيب الضمير والتعقيد والجهاز العصبي كله اتهز. اتقي الله في كلامك، يعني اتقي الله. ده بيبي هير يا حبيبتي، بيبي هير، عشان الزحمه والحر والمجهود والارهاق. فيعني البتاعه دي رجعت شويه لورا، فالبيبي هير بان حته صغننه منه. ايه الازمه دي؟ لو عايزه مثلا تعبري قولي مثلا ايه، اميره شدي بس الطرحه لقدام شويه، البيبي هير بتاعك بان، وبراحتك انت حره. ده الطريقه الصحيحه في التعبير. انما انت تعبري بطريقه مؤذيه وتاذيني نفسيا، وفي النهايه الاقي مليون واحد بيحاربني في الكومنتات. ما تعلقيش. طب ما بلاش الناس تعلق، في حاجات غلط، يعني في حاجه غلط. بصوا يا جماعه، انا والدي متوفي وانتوا عارفين ده، وان انا ما خبيتش عليكم، انا قادره ان انا اخبي، انا حره، بس انا ما خبيتش عليكم. بزعل قوي وبتجرح، هنا بزعل، هنا بتجرح. لما حد مثلا يخش يقول لي امال ابوك الخروف فين، امال ابوك ابو قرن فين؟ والراجل بين ايادي الله. ليه يا بنته كانت طلعت عملت ايه؟ انت فين جوزك اللي ابن كذا وابن كذا وابن كذا؟ بصي انا مش هنتقدك زي الناس، بس هقولك ابوك ابن الكل كل كل كل، وجوزك ابن الكل كل كل كل، اللي سايبينك فاتحه لايف، فاتحه لايف، ما تقومي تقلعي الطرحه بقى لابساها ليه؟ بقولك ايه، الليله بكام؟ الليله بكام؟ ادفع لك كام وما تطلعيش تاني لايف؟ انا بدي ابعت لك 31,000 اسد، قلت له وفرهم لنفسك يا حبيبي، مش عاوزاهم، انا بنت ناس. كلكم دلوقتي بتطلعوا تشحتوا بدل ما تنزلي تشوفي لك شغلانه شريفه. ده انت حقيره. انا حقيره ليه؟ عملت لك ايه يعني؟ عملت لك ايه؟ كذا حد يخش، انواع الداعمين، في واحد عايز يدعمك بجد، وفي واحد عمال بيغريك، ماشي؟ عشان تديله اهتمام بقى. خلاص انت لو مش عايزاني ادعمك خلاص. هو ايه الاسلوب ده؟ هو ايه الاسلوب ده حبيبي؟ انا لو بروح ادي حد هديه، انا كاميره انا بعملها له سيربرايز، واجي مثلا اساله اقول له انت بتحب ايه، بتكره ايه، على طول اقوم اشتري له هديه وبعتها له. ليه؟ انا في نيتي هديله هديه. فحته ان مثلا لما القناه تتفعل، القناه اصلا لسه ما اتفعلتش، والناس اللي تخش تشتمني انا برد حق، بقول له على فكره اللي بتشتمني القناه اصلا لسه ما اتفعلتش،
يعني انت تنحر في قلبك ليه؟ تمام. في ناس محترمه بصراحه تيجي تقول لي ايه، على فكره انا جيت ادعمك يا اميره فعرفت ان القناه لسه مش مفعله. دي ناس محترمه. تمام. اهو انا مثلا دلوقتي القناه اتفعلت وقاعده وفاتحه لايف، والله انت عايز تبعت لي هديه ذوقيا منك ليا، تمام ميرسي وانا قبلاها، فتقوم باعتها لي. تمام. واحد تاني، اديني رقمك، اصل اليوتيوب هنا بياخد نص الفلوس وانا بعتلك الفلوس كامله. ثواني. انا لما اخش على اهل بيتي واقول له اصل في واحد باعت لي فلوس على فودافون كاش او شكلها مش لطيف، شكلها سخيف وحاجه وحشه، وانا نفسي عشان كرامتي مش هقبلها. انما هنا عن طريق الابليكيشن او اليوتيوب ياخد نصها، بس اشتريت كرامتي، اشتريت برستيجي، اشتريت منظري وسمعه اهلي. يعني ايه وانت اصلا بعتها لي بمناسبه ايه حواله؟ لكن هنا مثلا بعتها لك هديه، ده البرنامج هو اللي عامل ان لو حد عايز يدعم حد ماديا يبعت له، فدي حاجه لطيفه، ماشي، ساعتها هنا هقبلها. انما غير كده مش هقبلها. تلاقي في بقى مغريات كتير بقى. والله لا، انت لو عايز فعلا تبعت حاجه، في مليون جيفت هديه يعني تقدر تبعتها لي. عندك ادوات السكين كير بعشقها كلها بتاعت البنات. عندك انواع الشوكليت او الشوكليتس كتير جدا بعشقهم. دول اكتر حاجتين يا اخي. طالما فيزوا معاك وعايز تدعم وبتعزني كده، طلعني عمره، طلعني حجه، اهو بالادب وبالاحترام وبالذوق. لكن الناس للاسف بتبقى اغراضها مش كويسه. في واحد ناقص اهتمام، في واحد جاي يشوف نفسه عليا، في واحد جاي يذلني، في واحد جاي يعايرني، في واحد فعلا من قلبه عايز يدعمني. وبقول لك انت فوق راسي. اي حد بيحبني او بيعزني او بيقدرني او عارف قيمه اميره الحقيقيه وبيكتب لها كلام حلو، انتوا فوق راسي. واوعوا تفتكروا، وهفضل اقولها لكم الكلمه دي لان انا بنت ناس وبنت اصول، ان انا يوم لما انجح او اكبر او ابقى حاجه ان انا هنكركم. والله ما هنكركم ابدا، لان انتوا السبب في كل ده في البدايات. البدايات اهم بكتير من وصولك للقمه، لان هم اللي وصلوك، هم اللي ساعدوك، هم اللي سندوك. ماشي. انا دلوقتي لو عايزه انزل حاجه معينه فالجمهور بتاعي رفض، هحترمك، لان انا بقدم ده عشانك مش بقدمه عشاني. فانت ليك حق عليا وانا مدركاه. واوعى تنسوا ان انا خريجه اعلام، انا دارسه كويس قوي احتياجات الجمهور، رغبات الجمهور، وانتوا رغباتكم كلها فوق راسي وانا محترماها، بس بالادب، بالاتزان النفسي، بالعقل، بالاحترام. انما كل السلوكيات دي لا 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 لا. او واحد تاني، والله يا اختي لو بعتي رقمك لحد سوف تندمي. ايه يا عم الاوفر ده؟ ايه يا عم الاوفر ده؟ في ايه؟ لا طبعا الدنيا ما بتتاخدش بالطريقه دي. في ايه يا عم؟ اللي عايز ينصح حد مش ينصحه بطريقه التخويف والترهيب والترعيب. اهدى بالراحه، مش كده. ايه ربوك على الخوف ولا ايه؟ يا حبيبي غلط تتكلم مع حد بالاسلوب ده. انت اسلوبك مش كويس، انت اسلوبك وحش. خلاص يا فندم انا اسلوبي وحش، خلاص. انت محتواكي ايه؟ تحديات اكل؟ يعني مفيش محتوى، يلا انا خارجه. طب ما تخرجي وانت ساكته. واحد تاني يخش يقول لي ايه وانت بقى بتقدمي محتوى ايه؟ فانا اقول له انت بتتكلمي بجد ولا بتتريق عليا؟ لو بجد هرد عليك. في ناس فعلا بتطلع بجد وبرد عليها وبلاقيهم بيدعموني، كتر الف خيرهم. واحد تاني يقوم يقول لي ايه يا شيخه بلاش قرف ده هلس، روحي اقدمي لك حاجه مفيده. طالعه في يوم عادي تعبانه وبتكلم معاكم، انت هتقرفينا غوري. انت هتفضلي بقى تشيلينا همك وغمك وقرفك، وروحي افتحي لك مشروع بدل ما انت قرفانه. في ايه يا عم؟ انا كنت قلت لك حاجه؟ واحد غريب ما يعرفنيش ولسه داخل. واحد في بقى ناس بتبقى قاعده في اللايف عندي متصيده، تلاقيني مثلا قاعده بتكلم وبتكلم عن الناس المستفزه، فجاه وانا دمي محروق يقوموا داخلين مستفزينك اكتر. واحده مستفزه تقول لي ايه؟ اميره اعملي لي بلوك، اعملي بلوك، اعملي بلوك. ممكن تعملي بلوك عشان مش عايزه اشوفك تاني؟ هو انا ايه اللي جابني عندك هنا في اللايف؟ والله العظيم انت واحد قليل ادب ومهزأ انت وجوه. الناس عماله تستفزني وعندها قمه البرود وعندهم الاستفزاز، ويقولوا لك الله ده البرود ده حاجه حلوه. يا حبيبي انا عايزه اديك معلومه، في فرق ما بين البرود
التبلد ان انا منعدم المشاعر، منعدم الاحساس، ده اسمه تبلد. فالناس بتقول عليه برود، بس ده تبلد، يعني ما عنديش مشاعر. انما البرود ده لو مثلا والعياذ بالله واحده جايه تاذيني نفسيا، فانا ابقى بارده. انا قادره ابقى بارده، قدرت. مش قادره خلاص، قدرت اطنش واتجاهل، قدرت اتجاهل. مش كلنا عندنا نفس القدرات يا جماعه، بس انا بفرق لك. فيجي واحد هو اصلا عنده تبلد وعنده مرض الاستفزاز، ويجي يقول لك عادي ما تخليكي زيي. لا، انت اصلا مش متزن عشان انا ابقى زيك. فاللي هو انتوا بتتكلموا بعدم وعي. اللي هو جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، انا واخده كميه كورسات مهوله، انا شغاله على نفسي وتعبانه وطالع عين اهلي عشان ابقى بني ادمه وابقى حاجه، اشرف اهلي واشرف ابويا في قبره. في ايه يا جماعه؟ في ايه بجد؟ بطلوا بقى قله الوعي دي بجد، بطلوها. في واحد ايه، انت مريتي بظروف نفسيه صعبه؟ بصوا يا جماعه، خليكوا ناس حسيسه، خليكوا ناس بتفهم، خليكوا ناس عندكوا ذوق، خليكوا ناس شيك. انا مريت بظروف وحشه جدا، مش نفسيا، هي ضغوطات، يعني حاجات عملت لي ضغوطات نفسيه وعصبيه، بس ده انا فرغته. بس انا ما انكرش ان انا بعاني من الضغط العصبي. يعني ايه الضغط العصبي؟ يعني مثلا ايه، ما عندكش طاقه، اول ما حد بيديك طاقه سلبيه وكذا بتحس بيها، حد يقعد يضغطك يضغطك يضغطك، اللي هو لا لازم افرغ. وبعمل اسمها ايه دي، طبعا بقعد اعمل موتيفيشن، يعني تحفيز، اتفرج على فيديوهات تحفيزيه تحفزني، اسمع اغاني تحفيزيه، ما بعقدش نفسي ولا باجي على نفسي، حافظه لحقوقي على قد ما اقدر، وبعمل توازن في حياتي ما بين حقوقي وحقوق الاخرين عشان ما اجيش على حد. بعمل اسمها ايه دي، مديتيشن، اللي هو بقى اقعد اسمع موسيقى هاديه كده بقى، اتفرغ ايه الطاقات السلبيه، ممكن افرغ وكده. انا والعياذ بالله ما بروحش اطلع عليك عصبيتي، ما بروحش اطلع عليك اي اذى نفسي، يعني عمرها ما حصلت. فما تدخلونيش في حتت اللي هو تخلوني ابدا ابرر وادافع عن نفسي. بس اللي هو انت مغزى السؤال ايه يعني من كلمه زي دي؟ يعني انتوا مغزى السؤال ايه؟ انت بتجرحني فمالهاش لازمه. وانا كده قلت لكم ان انا شفت ظروف بنت حرام جات لي المراره مرتين، كنت هخسرها وحاربت واستحملت المها المميت، وفي عز ما انا بتألم كنت بجري هنا وهنا وهنا في الاعلام، وقلت لكم ان انا اتجريت لطريق مش حلو، لولا ان انا اللي حاربت وما رضيتش اقلع الطرحه واتمسكت بطرحتي وبادبي واخلاقي، وان انا ما سمحتش ان انا ابقى بنت اوبن. جماعه انا نحت في الصخر، ما تضطرونيش ان انا اقعد اعيط وابان لكم ان انا ضعيف، عشان انا مش ضعيفه، انا قويه جدا وشجاعه وجريئه، بس جريئه بحدود، جريئه في الحق. بلاش اسئله ملهاش لازمه، بلاش كلام يأذي. زي برضو واحد حصل من كام يوم، لا داعي لذكر اسمه لعدم التشهير بيه، كان بيكلمني على والدتي، قعد يجيب حته من الشرق والغرب وخلاني اروح لزنون، لان هو اساء التعبير. وفي النهايه فين وفين لما فهمني وقال لي والله يا اميره انا كنت اقصد كذا كذا. مشكلتكم لما باجي اواجهكم بتهربوا، لا اقف واتكلم معايا طالما انت صاحب حق، انت بتجري ليه؟ ها؟ في نهايه الحوار حطيت روج احمر، حطيت بامبا، ما حطيتش. انا كده كده جميله واموره، انا كده كده نفسيتي حلوه. في ناس كتيره عندها انتقاد، ناس معقده نفسيا، ناس عندها مشاكل نفسيه جايه تطلعها علينا، ترمي النفايات بتاعتها، ناس عايزه تتحكم فيا، ناس عايزه تشكلني زي العجينه، ناس مش فاهمه اي حاجه وبتتكلم بعدم وعي، ناس مستفزه، ناس بتدخل تصطاد في الميه العكره، ناس او اطفال بتخش لي. فاخرة كل ده اتمنى بجد انتوا تكونوا اكثر وعيا عن كده، واتمنى بجد نوعيه الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها ابداوا بقى اتكلموا، احنا بقى عايزين فيديوهات عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، عشان ابدا انا اكتبه في الكشكول واقول خلاص ان شاء الله الفتره الجايه اول ما هفضى هصور كذا. بالنسبه لان ايه ما بتطلعش، ايه والله العظيم وراها حاجات كتيره بتعملها، او ايه ساعات بتبقى المود بتاعها مش احسن حاجه، بتقولي لا مش هصور معايا. بس يعني هي دي كده كل القصه. بحبكم 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 وهفضل احبكم على طول. وانا هنزل لكم في المنتدى صور لشوكولاتات انا بحبها،
وهنزل لكم صور لاجهزه تجميل، اجهزه. وهنزل لكم برضو صور لادوات سكين كير، مش ادوات، منتجات سكين كير. المنتجات مثلا زي سيرم البشره او الشعر، جهاز زي جهاز الديرما بن، جهاز مبرد الاظافر، الجهاز الكهربائي ده، فاهمني؟ اللي حابب بقى يبعت جفت اهلا وسهلا، وبقى مش مثلا هتبعت جفت تنشف ريقي وحاضر هبقى كلقله. بجد يا جماعه قله الذوق دي عيب. احسن مشرفه عندي بصراحه، ما حدش يزعل مني، انا بحبها قوي 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 بصراحه، عنود. وانا يا عنود من خلال الفيديو ده، عنود اللي اسم الاكونت بتاعها سعوديه وافتخر، انا بحبك قوي يا عنود، لان انت شاطره وفهماني جدا وذكيه. انت بصراحه دايما سريعه في الرد، وده اللي انا دايما ببقى عايزاه في المشرفين، مش عاطفيه بتتاثري زي زبير مثلا او اي حد تاني. لا بصراحه عندك ذكاء عاطفي، بتردي على طول وبتردي بذكاء، واي حد بيغلط فيا ما بتستنيش يقعد كتير، على طول بتقومي عامله بلوك. سيراج بقى بيروح يعمل شاي ويعمل قهوه من غير ما يقول لي، وانا بقى معتمده عليه. او الناس التانية بقى اللي انا مثلا قاعده بعمل معاها، حته ان انت مش فاهمه اللهجه بتاعه المصريين، ما قلتش حاجه، انا هعمل لهم بلوك عادي. بس بصراحه عنود هتبقى المشرفه، حتى الان هي المشرفه رقم 1 عندي في المشرفين كلهم. بس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك 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 لايك، وتسيبوا لي كومنت حلو، وانا بحبكم، يعني هقول لكم ايه تاني اكتر من كده، بحبكم.